من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء، معكم فيه عبد الوهاب محمد أمان، ونبدأها بالعناوين. تصريح صحفي لوزارة الإعلام، تشجيع المشجرين النموذجيين، تواصل جيد للتطعيم الصحي في فورو، فرض حظر تجوال في الناصرية بجنوب العراق، ميركل تدافع عن الناتو وتدعو الأوروبيين إلى اتفاق بشأن الصين، المزارعون يغلقون الطرقات في باريس احتجاجات على سياسات الحكومة. تصريح صحفي عن جهية قطر وخطة حرب 2019. يذكر بأن بيانات صدرت من قبل عن العدائيات التي كانت توجهها قطر من الأراضي السودانية ضد شعب وحكومة إريتريا، وبما أن أرضية الأعمال الإرهابية أخذت تضيق هذا العام في السودان، فإن جنون قطر وعملائها أخذ في التنامي. لذلك حوت وثيقة الخطة الجديدة لقطر ل10 نقاط، ولم تقتصر الخطة على النقاط 10، بل تشمل أيضا إثارة فتنة قبلية في شرق السودان. 1. تجميع القادة السياسيين المعارضين لنظام إريتريا وتوحيد صفوفهم ودعمهم. 2. التركيز على الشباب الإريتري وتعبئتهم ضد النظام إريتريا وتنظيم صفوفهم. 3. استخدام المعارضة الإسلامية ضد النظام إريتريا وزرع القيم الدينية وترسيخها داخلهم وعزف النغمة الدينية لاستخدام الإسلام ضد الآخرين. 4. زرع العداء القبلي في أوساط الشعب الإريتري. 5. محاولة دفع الشارع الإريتري للتظاهر والإضراب ضد النظام إريتريا. 6. تدريب القوى المعارضة لنظام إريتريا الإخوان المسلمين في مجالات التفجيرات والكمائن وقتل الأشخاص المهمين ودعمهم وإعدادهم وإرسالهم إلى إريتريا لتنفيذ العمليات. 7. اغتيال القادة المؤثرين في نظام إريتريا. 8. تدمير المناطق الاقتصادية في إريتريا. 9. تكثيف الإعلام العدائي. 10. الدعاية المصحوبة بالوثائق والفيديو في أوساط المنظمات الدولية والدول بانتفاء تام لحقوق الإنسان في دولة إريتريا. خطة تدعو إلى الدهشة والاستغراب. ستقدم التفاصيل بشأن الاضطرابات القبلية في شرق السودان في التصريحات التي تصدر لاحقا. النصر للجماهير، وزارة الإعلام، أسمر 28 نوفمبر لعام 2019. شجع قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط أفراد وقرى ومدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية التي قامت بأنشطة تشجير نموذجية. وقد تم في المراسم التي جرت في 28 من نوفمبر تقديم الشهادات التقديرية وإنارات تعمل بالطاقة الشمسية ودراجات هوائية وأدوات الزراعة. وقال ممثل المكتب السيد أسرات هايلي أن التشجيع الذي ظل يقدم سنويا للمشجرين والأنشطة المرتبطة به منذ انطلاق حملة إعادة التشجير عام 2006. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو أن الأشجار تحافظ على التوازن الطبيعي للبيئة والمناخ، داعيا الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه الفردية والجماعية وإقامة الأندية الخضراء واستخدام المواقد قليلة الاستهلاك للوقود. وأوضح الحاصلون على الجوائز التشجيعية أن قرص الأشجار يتطلب عمرا كبيرا لرعايتها. تجرى بوتيرة جيدة حملة التطعيم ضد مرض السحاي وتقديم فيتامين ألف في مديريات فورو جارية من 15 وحتى 30 من نوفمبر. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية الممرض مرهوية حدوغو فتح نقاط تطعيم في 15 ضاحية و59 قرية و21 مدرسة، إضافة إلى 21 فرقة متحركة لفعالية التطعيم. وأشار إلى أن أنشطة التوعية والتعبئة المسبقة ساهمت لفعالية الحملة.
مشيدا بتفاني الكادر الصحي للحيلولة دون بقاء أحد دون تطعيم. شاركت إريتريا في المؤتمر الوزاري البيئي ال17 للدول الإفريقية، ونظم الإريتريون المقيمون في بولونيا والرياض وسياتل وأوكلاند أنشطة دبلوماسية شعبية. وقد شاركت إريتريا في مؤتمر وزارة البيئة للدول الإفريقية ال17 الذي نظم يومي 14 و15 من نوفمبر في مدينة دربان جنوب أفريقيا. وخاطب المؤتمر سفير إريتريا في جنوب أفريقيا ومنطقة الجنوب الإفريقية السيد صالح عمر، وسفير إريتريا في كينيا السيد بينور أوسوم بكلمة توضح موقف إريتريا. وأوضح السفير صالح عمر أن إريتريا تمنح الاهتمام لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لرفع إنتاجية المزارعين، وإعطاء الحكومة كبير الاهتمام لرفع الإنتاج والإنتاجية وتوسيع استخدام الطاقة البديلة. من جانبه ألقى سفير إريتريا في كينيا السيد بينور أوسوم كلمة ممثل سفراء المعتمدين في كينيا وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة. من جهة أخرى عقد في مدينة بولونيا الإيطالية الاجتماع السنوي للهيئات التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في أوروبا من 22 وحتى 24 من نوفمبر. وقال سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيستهاسين بيتروس في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي شاركت فيه مندوبات من الدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والنرويج والسويد وسويسرا أن التاريخ يشهد بأن المرأة الإريترية تعمل بتفاني في كافة القضايا الوطنية. وقدمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة فرع أوروبا السيدة نيجستيس أجاي تقريرا لأنشطتها هذه السنة، بينما وضع الاجتماع برنامج عام 2020. في غضون ذلك احتفلت الجالية الإريترية في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية في 24 من نوفمبر بالذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. خاطبت الحفل رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخاتسفا ميكيل، موضحة بأن المرأة الإريترية لم تستطع تبوء مكانتها المستحقة نتيجة العادات البالية، لكن الفرصة التي أتاحتها الجبهة الشعبية مكنتها من ضمان حقوقها وتحقيق المشاركة المتساوية في كافة البرامج الوطنية. وتخلل الاحتفال معرضا للصور وعروضا فنية وثقافية. كما احتفل الإريتريون في منطقة شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية في 23 من نوفمبر بمدينة سياتل بالذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية تحت شعار النضال حتى النصر النهائي. وأوضحت مسؤولات الاتحاد في سياتل ومنطقة شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية مسيرة 40 عاما وتحدياتها والمستوى الذي تم بلوغه، وأن النضال متواصل لتنفيذ أمانة الشهداء. ونظم أيضا احتفال في بيارا أوكلاند خاطبته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيدة أستير تسفاغابر، ومسؤولة الاتحاد في منطقة شمال غرب أمريكا السيدة سابا سلومون، موضحتين بأن الاتحاد حقق أهدافه لمشاركة ومساواة المرأة وضمان حقوقها. شارك في الاحتفال عدد كبير من أصدقاء الإريتريين. دعا الاجتماع الذي عقد في مديرية حقات لبحث إصلاح البيئة لتعزيز جهود الإدارات والضواحي والمهنيين الصحيين للدفع بالأنشطة المجتمعية لإصلاح البيئة. وقال مسؤول إصلاح البيئة في إقليم عنسبة السيد برهان قبركيدان أن الدراسات أكدت بأن عدم تجميع القرى وعدم الاستخدام الجيد للمراحيض وعدم تنفيذ القوانين التي وضعتها القرى وتدني الوعي والإهمال من التحديات الكبيرة. وحث لتنفيذ مهام فاعلة لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية بتضافر جهود الإدارات والشركاء. وأشار مدراء الضواحي في التقرير الذي قدموه إلى صيانة دورات المياه التي انهارت في فصل الخريف وإدخالها في القرى التي ليس بها. وقالت مديرية حقات السيدة أمنة حاج عثمان أن جميع البرامج التنموية الموضوعة تتمحور حول إدارات الضواحي. عقد سيمينارا تنويريا بالقانون لطلاب مدينة مصوع تركز حول أسباب وأضرار الجريمة والمخالفات. وقدم توضيحا في السيمينار بشأن دور وقيم المجتمع للحد من الجريمة ومخاطر المكيفات وأهمية احترام قوانين المرور والخطوات الواجب اتخاذها أثناء وقوع الحوادث.
هذا ونظم سيمينارا مماثل لطلاب المرحلة الثانوية في مديرية شعب. فاصل قصير ونعود لتقديم الأخبار العالمية، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن مسؤولون في الناصرية فرض حظر تجوال في المدينة الواقعة بجنوب العراق بعد مقتل 13 شخصا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأفاد مراسل وكالة فرانس بريس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعملية تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول. وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية. وفي هذه الأثناء أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على ضبط الأمن، بينما طلبت إيران العراق باتخاذ إجراءات حازمة ومؤثرة ضد العناصر المعتدية على قنصليتها في النجف. أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجوب الحفاظ على حلف شمال الأطلسي الذي وجه إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات حادة، وتعهدت بأن تحقيق بلادها هدفها في الإنفاق العسكري بعد نحو عقد من الزمن. وكان ماكرون قال في مقابلة صحفية إن ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي، مبررا ذلك بالاتحاد الأمريكي وسلوك تركيا في العضو في الحلف. وقالت ميركل أمام مجلس النواب الألماني أنه من المصلحة الحفاظ على حلف شمال الأطلسي اليوم أكثر من أثناء الحرب الباردة، متعهدة بأن تحقق بلادها في بداية العام 2030 هدف الحلف الأطلسي بتخصيص 2% من إجمالي إنتاجها الداخلي للإنفاق العسكري. وقبل أسبوع من قمة الحلف في لندن دافعت ميركل بشدة أمام النواب عن الحلف، مشيرة إلى دور الحلف في إحلال الاستقرار أيضا منذ انتهاء الحرب الباردة في منطقة البلقان أو في أفغانستان. ومن جهة أخرى دعت ميركل دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على نهج مشترك فيما يتعلق بالصين والخطة المطروحة حول خدمات الجيل الخامس من الهواتف. قاد المزارعون الفرنسيون المستاءون من سياسات الحكومة قوافل من الجرارات إلى باريس وعرقلوا حركة المرور. كذلك دخل ما يصل إلى 1000 جرار شوارع المدينة من الشمال والجنوب، وسدت في بعض الأحيان طرقا سريعة والطريق الدائري الداخلي. وأطلقت الأبواق رافعة أعلام النقابتين الزراعيتين الرئيسيتين اللتان تنظمان الاحتجاج. وفي وسط المدينة نثر المزارعون القش في أنحاء شارع الشانزليزيه الذي تصطف المتاجر على جانبيه، وشغلوا المسارات المؤدية إلى ساحة الكونكورد. وحثت شرطة مكافحة الشغب المزارعين على التفرق. وطالب نقابات المزارعون بلقاء مع ماكرون لعرض الشكاوي من السياسات التي تقولان أنها تضر الزراعة وتهدد مصادر الرزق، مثل الإلقاء التدريجي لاستخدام مبيد الحشرات الضار واسع الاستخدام. من جهة أخرى يتصاعد استياء المزارعين إزاء انتقادات موجهة للزراعة في مسائل تشمل المبيدات الحشرية والعناية بالحيوانات. ويواجه ماكرون ضغوطا أيضا من مزارعين بسبب اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا وتكتل ميركوسور الذي يضم دولا في أمريكا الجنوبية، والتي تقول جماعات في القطاع الزراعي أنها ستجلب واردات زراعية أرخص أنتجت بمعايير أقل. بيعت لوحة فنية نادرة للفنان العالمي موزارت مقابل 4 ملايين يورو في مزاد بفرع دار كريستيز في باريس، لتفوق بفارق كبير تقديرات الدار قبل البيع. ورسمت اللوحة الفنية عام 1770، وهي واحدة من 4 لوحات فنية للموسيقار النمساوي، ورسمت أثناء حياته ولا تزال جزءا من مجموعة خاصة. وتصور اللوحة الزيتية المرسومة على قماش موزارت في سن 13 بشعر مستعار ومعطف أحمر وهو يعزف على الجيتار، فيما تظهر النوتة الموسيقية بتفاصيلها عند حافة إطار اللوحة فحسب. ورسمت هذه اللوحة بطلب من بيترو لوجوتي
المسؤول العام عن الضرائب في مدينة البندقية، والذي شهد موزارت وهو يعزف في حفل بمدينة فيرونا في يناير عام 1770. انتهت النشرة. نشكر لكم حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء.